أمانة ما تزعلوش مني يا حبايبي، حبايبي أمانة لا تزعلون. قطاقيط ربة زعلانين مني ليه يا رب؟ عشان بقالي كام يوم حطاهم في الأوضة، خايفة عليهم بقى. الجو بدأ يعني يورد شوية، صح؟ مش كده ولا أنا متهيألي؟ يعني الجو يعني اعتدل ماشي. وأنا يعني عايزة أعودهم من دلوقتي على الأوضة بتاعتي، علشان في الشتا يبقوا معايا حبايبي في حضني كده في البطانية في السرير كده نستيقظ نسمع بعضينا. فهم زعلانين بيحسبوا ان انا بعاقبهم، خصوصا القطين دول ليلى وفؤاد. لكن اللي هي التالتة دي اسمها سمرة، لا مش في بالها ماشي. هما بالذات الاتنين دولت اللي حاسين قوي بالزعل. سمرة تعالي هنا، حاسين بالزعل قوي الاتنين دول. فانا عماله اقول لهم لما تزعلوا مني يا اخوان، يا اخوانا ما تزعلوش مني، معلش معلش. بص انا بستعد للشتاء بالبوتاجاز ده، بس للاسف هو مش عارفه بايظ ليه، فانا قلت اطلعه عشان اصلحه، عشان بحب بقى ايه احطه على الترابيزه الجميله بتاعتي، واقعد بقى ايه احط ما بيتشالش من عليه البراد. طبعا انتوا حضرتوا معايا فيديوهات قبل كده، في عز الشتاء بقى كنت بحط البوتاجاز الجميل دوت وعليه البراد او الكنكه، وما بيتشالوش بقى. الصينيه بتاعت القهوه والشاي العسل دي كده ما بيتشالوش، ده في الشتاء. بس الصيف طبعا مش هنطيق، واخدين بالكم؟ بس فانا عماله اقنع فيهم من بدري، اقول لهم لما تزعلوا مني يا اخوانا انا بعمل لمصلحتكم. وكمان بصراحه من ساعه ما حطيتهم في الاوضه بقوا يعملوا ما شاء الله في البوتي، يعني ما شاء الله. يعني بصوا رب ضارة نافعة، بقى يعملوا في البوتي الحمد لله، واحترموا نفسهم. صح؟ مش عقاب يا روحي، ده عشان مصلحتكم بس. ما انا كمان مش بخش اقعد معاكم ولا برميكوا كده لوحدكم في الاوضه واسيبكم ابدا. ده مروان بيخش يقعد معاهم، وابني كبير بيخش يقعد معاهم، وانا بخش اقعد معاهم. مش عارفه اعمل ايه اعمل ايه ولا فوقش فوقش. حبيبي ربى الناس يا خلاصي بيضه. بيضه ليلى البت دي متاثره كمان اكتر من فؤاد، البت دي هي المتاثره قوي. ربنا يستر بقى، احسن دي زعلها صعب. يلا قولي سلام، يلا قولي سلام يا حب. سلام يا ربى تيتا ربى قلبي ربى. سلام.